في لحظات معينة بتقف فيها وتبص لحياتك وتقول هو أنا ماشي صح؟ ليه كل يوم بيعدي كأنه نسخة من اللي قبله؟ ليه الحلم بعيد والطموح مش بيقرب؟ الجواب بسيط، مشكلتك مش في الدنيا ولا في الظروف، مشكلتك في قراراتك. انت محتاج تبدأ من جديد، بس البداية مش صعبة زي ما انت فاكر. كل اللي محتاجه شوية نصايح بس تمشي عليهم بصدق وبالتزام. تابعنا. النصيحة الأولى، اصحى بدري واعرف قيمتك. أول ساعة في يومك هي المفتاح. اصحى بدري مش عشان تبان نشيط، لكن عشان تبدأ اليوم وانت اللي بتحركه مش هو اللي بيحركك. واكتب 3 حاجات انت مين وعايز توصل لإيه وإزاي هتبدأ. لو كتبتهم كل يوم عقلك هيصدق وقلبك هيحركك. النصيحة التانية، قلل كلام وزود أفعال. كلامك مش هيغير حياتك، أفعالك هي اللي هتعمل كده. بلاش تقول أنا هبدأ، ابدأ وخلي الناس تقول ده بدأ. اتحرك حتى لو خطوة صغيرة، كل يوم خطوتين. النصيحة التالتة، اتخلص من الناس اللي بتسحبك لتحت. في ناس وجودهم في حياتك زي الطين، كل ما تطلع يشدوك تاني تحت. في ناس ضحكتهم سم وكلامهم سماعة شيطان، ما تبررش وجودهم، امشي وسيبهم وراك. الطريق الجديد محتاج ناس جديدة. النصيحة الرابعة، اقرأ وافهم دماغك. اللي بيقرأ بيعيش 1000 حياة. افهم نفسك وتعلم كل يوم. اللي بينجح مش أذكى واحد، اللي بينجح هو اللي كل يوم بيطور نفسه حتى لو بخطوة. النصيحة الخامسة، اقبل الفشل بس ما تكرهوش. الفشل مش عدوك، الفشل هو المدرب الحقيقي. بيقولك هنا وقعت بس المرة الجاية هتعرف تقوم. خد الدرس وقول شكرا وكمل أقوى من اللي أول. النصيحة السادسة، خد بالك من وقتك. وقتك أغلى من الفلوس. كل دقيقة بتضيع في التشتت هي دقيقة بتبعدك عن حلمك. نظف يومك من الملهيات واختار تسخره لحلمك مش لهروبك. النصيحة السابعة، آمن بنفسك حتى لو محدش آمن بيك. في وقت هتحس فيه إنك لوحدك وإنك بتصرخ في سكون، بس ساعتها لازم تكون إنت جمهور لنفسك. إنت صوت التشجيع وإنت السند. لو آمنت بنفسك الناس هتصدقك والدنيا هتفتح لك أبوابها. إنت مش محتاج مليون فرصة، إنت محتاج قرار واحد. قرار تبدأ من النهاردة، تسمع النصايح دي وتنفذها، تسيب الكسل وراك وتبص لقدام. لأنك تستاهل تعيش حياة تفتخر بيها، تستاهل تبقى الشخص اللي دايما حلمت تكونه. ابدأ دلوقتي، مش بكرة، مش الأسبوع الجاي، لأ هو دلوقتي.